ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده حواوشي. طبعا الحواوشي اكتر حاجه الناس بتحبها. كله بيحب الحواوشي والناس كلها متفقه عليه، طبعا كبير وصغير. طبعا الحاجه زي كده الحواوشي او الشاورما الكريب، الحاجات دي لما بنعملها في البيت بتبقى افضل، اننا بنبقى عارفين اللحمه اللي احنا بنستخدمها لحمه ايه، بلدي او مش بلدي. طبعا حاجه بنعملها في البيت بتبقى حلوه قوي، وعشان خاطر ولادنا برضو. دي لحمة بلدي، نص كيلو لحمة بلدي، بنحط عليه ربع سمين وفلفل حراق بقى او مش حراق عشان الاطفال يعني، وواحدة طماطم، ونص كيلو اللحمة بيبقى ليه نص كيلو بصل زي ما انتوا بتحبوا يعني. وبنحط طبعا البهارات اللي احنا عايزينها ونحطهم في كبة ونضربهم كلهم مع بعض لحد ما يبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وبنبدأ ان احنا نحشي بيه العيش ونحطه بقى في الفرن او او على الطاسه كده على النار. هنبدا بقى ان احنا نفتح العيش كده عشان نعرف نحشيه. والصينيه انا حطيتها جنبي هنا، حطيت الصينيه جنبي هنا عشان ايه، انشفها شويه فيها حبه ميه كده. تمام، هي نشفت. بنفتحه بالشكل ده وبنبدا ان احنا نحط فيه الحواوشي زي ما انتوا شايفين كده. ناخد الكميه اللي احنا عايزينها، طبعا احنا حاجه بنعملها في البيت، فاحنا طبعا ما بنحبش بقى بره بتلاقيهم حاطين حاجه بسيطه خالص كده من اللحمه. لا، احنا في البيت بنحط كميه كويسه يعني. حاجه بقى احنا بنحبها فنحط لها كميه حلوه كده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. بعد كده بنحطه بقى كده على زيت، نحط عليه زيت وايه، وبنحطه في الصينيه في الفرن او على البوتاجاز. انا بعمل كده وكده بصراحه يعني، عشان بس ايه اخلص بسرعه. وده واحد كمان اهو اوريهولكم. ناخد كميه كده نحطها كده. طبعا انا بروح لبتاع الفرن بقول له عايزه عيش للحواوشي، بيعمل لي العيش اللي انتوا شايفينه ده بالشكل ده. هكمل بقى الكميه وارجع لكم. انا هنا خلصت الكميه. طبعا بنعمل على حسب العدد الموجود وكده، او الواحد هياكل كام رغيف وكده. فاهو انا خلصت الكميه. تمام. هنحط بقى هنا زيت. هنا الزيت. تمام. نشيل بقى في الصينيه كلها كده. ونحط طبعا العيش كده ماشيين كده. طبعا العيش انه صغير فعادي هيقعد في الصينيه كويس، هيكفوها ان شاء الله ستة كده بالشكل ده. كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تمام. نحطهم بقى في الفرن واطيبهم وارجع لكم. هنا بقى قبل ما الطحينه عبال ما الحواوشي يطيب هنعمل ايه، هنعمل طحينه. طبعا حواوشي يعني طحينه. لازم الطحينه جنب الحواوشي بتبقى بصراحه حلوه قوي. احنا عندنا بنجيب الطحينه سايبه كده. حطينا المعلقتين دولت. هسخن بقى ميه وهفك الطحينه بيها وهرجع لكم. هنا بقى فكنا الطحينه، فكناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هي ما تقلقوش يعني، ممكن ناس تقول دي خفيفه وكده وحاجه زي كده يعني. لا، على فكره ان احنا فكينها بميه سخنه هترجع تتقل تاني لما نسيبها شويه، ترجع تتقل تاني. هنزل بقى عليهم بمعلقتين كده مايونيز. طبعا المايونيز
يا جماعة بيودي الطحينة في حتة تانية بصراحة يعني. ولو برضو متوفر زبادي حطوا زبادي، بس المايونيز بصراحة تحفة. يعني انا اخدت طريقة الطحينة دي من الشيف سارة، ربنا يشفيها يا رب وتقوم بالسلامة. انا اخدت الطريقة دي منها. بصوا بقى لما حطينا المايونيز القوام بقى عامل ازاي، قوامه بقى كويس جدا. لو حابين تخففوها شوية حطوا حبة مية كمان، مش حابين خلاص، بس هي كده بالنسبة لي كويس. هنزل بقى بحبة فلفل اسود، نقطة فلفل اسود كده، يعني ناخد معلقة بقى يا جماعة بايدينا كده عادي، يعني نبقى ايدينا نضيفة. ونقطة كمون، وهنحط بقى حبة بابريكا كده كمان، حبة ملح. نقلب بقى كويس. طبعا الحواوشي دلوقتي في الفرن ما شاء الله ريحة حلوة جدا، ريحته طلعت. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم. ويا ريت الحاجه اللي نعرف نعملها في البيت نعملها في البيت، بدل ما نقعد نشتري من بره تبقى الحاجه غاليه، وفي نفس الوقت مش تبقى احلى زي ما بنعملها في البيت. كده الطحينه بقت تمام. آه هرجع لكم بعد شويه ونشوف الحواوشي مع بعض. وهنا بعد الحواوشي ما استوى، شايفين شكله حلو ازاي بعد ما استوى. نطلعه بقى، شكله تحفه وريحته حلوه قوي. بجد ما شاء الله ريحته حلوه قوي وريحته تحفه. اتمنى انكم تجربوه يا رب، هيعجبكم كويس قوي. وهنا الطحينه، وحطينا كده حبه شيبسي. طبعا دي احلى اكله بصراحه، الاولاد بيحبوها. يا رب تعجبكم، واتمنى انكم تشتركوا في القناه وتدعموني، وعشان يوصلكم كل جديد. كنتم مع مطبخ جهاد.